اتفضل. راح الدنيا واسعه. اتفضل فؤاد بيه. اسباب انا ما بسموش اعتصام، لان لما الوافدين الاصلاء يخشوا بيتهم ده مش اعتصام، ده التعبير عن امور وصل اليها الوفد من تردي، من تراجع، من تضارب مواقف سياسيه، من وجود ازمه ماليه طاحنه. وبالتالي كان علينا ان نعبر عن اراء ودموع الوافدين في المحافظات، واتينا الى بيت الامه اللي هو بيتنا، كل بيت ام وفد اصيل، للمطالبه برحيل السيد البدوي الذي تسبب فيما وصل اليه الوفد من تراجع في الشارع السياسي. المواطن العادي يريد الوفد ولكن يرفض قياده الوفد، وانتم كناس في الاعلام تقدروا تحسوا هذا من خلال متابعتكم للراي العام المصري. ده كان الاساس في دخولنا، ولم ندخل بقى وبلطجه والعنف هذا لم يحدث مطلقا. لا، احنا داخلين بيتنا تمام، وقاعدين في بيتنا، وكنا بنقابل بعض بمنتهى الموده تمام. الا موقف واحد لا نتطرق اليه، ده ملوش قيمه عندي يعني. ثم بعد كده بعض اعضاء الهيئه العليا اتصلوا بينا وابدوا رغبتهم في المقابله والاجتماع، وكان من ضمنهم الاستاذ بهاء ابو شقه سكرتير عام المساعد سكرتير عام الحزب، وعدد من اعضاء الهيئه العليا، وعدنا وطرحوا عده حلول للخروج من الازمه تمام. وتم الاتفاق على خطوط للخروج من الازمه الحاليه، وقالوا ادونا فرصه لما نرجع لسيد البدوي والعدد الاخر من اعضاء الهيئه العليا. ثم بعد ساعتين من هذا اللقاء اتوا الينا وقالوا ان احنا الكل موافق على ما تم الاتفاق عليه تمام. ما هو الذي تم الاتفاق عليه؟ معلش ده انا مش هقوله دلوقتي، هي مسائل خاصه تنظيميه خاصه بالسياسه العامه للحزب تمام، من خلال آلية معينه كويس سيتم الاعلان عنه في الاجتماع الهيئه العليا. حتى انا طلبت من ان ماذا لو الهيئه العليا رفضت، الامر هيكون ايه تمام. فقالوا لا اطمئن ان الهيئه العليا ان شاء الله هتوافق على ما تم الاتفاق عليه تمام. فبرضه طلبوا ان طالما اتفقنا خلاص يبقى كلنا بقى نذهب الى منازلنا.